أهلا وسهلا بكم أصدقاء القناة مع آخر الأخبار والمستجدات. لكن قبل البداية رجعنا أصدقائي تفضلوا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وباش نبقاو باتصال مع بعضنا إن شاء الله. استقبل رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد رئيس الحكومة بقصر قرطاج في اجتماع مطول، وتناول هذا اللقاء الوضع العام في البلاد وسير عمل الحكومة في كافة القطاعات. وأكد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة. كما تم التطرق مطولا إلى الغلاء الفاحش للأسعار والذي يتضرر منه المنتج والمستهلك، ولا تستفيد منه سوى المسالك التي توصف بأنها مسالك توزيع، ولكنها تعمل على تجويع المواطن بدعم من لوبيات الفساد. وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الوضعية، وعلى تطبيق القانون على الجميع، داعيا إلى تضافر الجهود كل أجهزة الدولة لإحباط هذه المخططات. وعلى صعيد آخر أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اختيار المسؤولين بناء على شعورهم بالمسؤولية، لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار. كما أكد رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد على ضرورة الانسجام في العمل الحكومي، لأنه توجد في تونس دولة واحدة، فكل قطاع يكمل القطاع الآخر في إطار سياسة الدولة. وتم التطرق كذلك في هذا الاجتماع إلى ضرورة مواجهة حملات التشويه التي تطال تونس من جهات تستهدف استقلال قرارها الوطني أو تريد التسويق للعالم بأنها مضطهدة، في حين أنها كانت مصدرا للسرقة وللظلم والاضطهاد. وأشار رئيس الجمهورية إلى الإلحاحات الإنسانية التي يلقاها المهاجرين غير النظاميين، فتونس تعاملهم معاملة إنسانية لا يلقاها هؤلاء في عدد الدول الأخرى، في ظل الصمت المريب لعدد المنظمات الدولية والمجتمعات التي تدعي في الظاهر حمايتهم، ولكن لا تتجاوز هذه الحماية المزعومة البيانات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقا.